السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نهضر على واحد القضية الاجتماعية، بحال كنهضروا دائما على بعض القضايا هكذا ديال اللي تخص الشارع العمومي، بحال السير بسرعة اللي كيسبب حوادث بسبب عدم احترام الناس للقانون، بحال مثلا احتلال الملك العمومي، احتلال الشوارع، الناس ما كيلقاوش الرصيف اللي فين يتمشاو لانه محتل من طرف مثلا الدكاكين والتجار الى اخره. اليوم بغيت نهضر على واحد المسألة فيها شوية من المجتمع وشوية من القانون، ولكن تخص جوج ديال الناس، يعني ماشي تخص الناس هكذا السير وكذا إلى آخره. فيها شوية من القانون، فيها شوية من المجتمع، وفيها بزاف ديال الحقرة على حسب اللي تيبان لي. فيها بزاف ديال الحقرة، لأن فيها واحد العلاقة ثنائية بين جوج ديال الأطراف ما تتكونش سليمة. واحد الثنائي، واحد الكوبل، كوبل في بني نصار حدا الناظور، كوبل جميل. واحد الكوبل فيه زوج وزوجة وواحد 3 ديال الوليدات. هاد الكوبل هذا عنده واحد، يعني وقع في واحد المشكلة، وهاد المشكلة هي اللي صارت الانتباه ديالي، وكتوقع في أي مدينة وفي أي مكان يمكن توقع. وهذا الكوبل هو معروف في بني نصار. كوبل هو السيدة العفيفة الطاهرة السيدة ابتسام، والزوج ديالها السي حافظ، اللي هما عندهم قناة على اليوتيوب. هذا الكوبل هذا عايش بحال أغلبية المغاربة، يعني تيتقاتل مع الزمان، يعني يحاولوا، يعني الأسرة ديالهم تكون عايشة بواحد الشكل يعني سليم جميل. كيربي وليداتهم صغار، كيربيوهم على التقاليد المغربية، على الحياء، على الحشمة، على الاحترام، على الانضباط، على النظام إلى آخره. بحال كاع العائلات الصغيرة اللي تبغي تكون يعني في واحد المستوى، يعني بدوك الإمكانيات اللي بسيطة. هاد الوليدات مربين على سلوك حسن في الدار وفي المدرسة وفي الزنقة إلى آخره، ويعني بسبب هاد الأسرة يعني المنسجمة إلى آخره. هاد الكوبل هذا لاحظوا بأن الدار اللي ساكنين فيها دار صغيرة، يعني ما كافيتهمش، يعني في الوضع الراهن أن وليداتهم بداو يكبروا. شافوا بأن هاد الدار اللي كاين، حيت هما باقيين كارين، هاد الدار ما تكفيهمش. وبالخصوص حنا المغاربه كان يعني هما هاد الاسره عندهم جوج بنيات. بحال جميع المغاربه كنبغيو البنيات نخليو لهم واحد الفضاء ديالهم خاص. المغاربه كاع تيديروها، وبزاف ديال العائلات العربيه والاسلاميه بصفه عامه البنيات كيبغيو يخليو لهم، يعني كيطلعوهم وكيكبروهم ويربيوهم على ان يكون عندهم في الدار واحد المجال خاص، واحد الفضاء خاص، فين يكونوا مرتاحات هذه البنيات وعلى خصوصياتهم. واخا هادو صغار، بنات السي حفيظ والسيده ابتسام صغار، ولكن غادي يطلعوا من الصغر يعرفوا بان كاين واحد المجال خاص بهم، يعني في خاص يكون فيه شويه ديال الخصوصيه وشويه ديال الوقار. بطبيعه الحال دخلوا في المجال ديال البحث على شي سكن مناسب، اللي يكون شويه كبير ويكون شويه فيه هذا الشيء اللي بغاو، هاد الخصوصيات اللي بغاو، وبداوا البحث على الكراء. هنا غادي يبدا الفيلم ديال الحقره اللي وقعوا فيها مساكين. لقاو دار في بني نصار. باش تلقى دار للكراء، لان بني نصار صغيره يعني ماشي سهله. كيقلبوا سي حافظ التاجر، ما يمكنلوش يتنقل يمشي لمدينه اخرى، التجاره ديالو مرتبطه بالمدينه. بقاو كيقلبوا حتى لقاو واحد الدار. مشاو عند مول الدار وداهم الوسيط العقاري يمكن، وتفاهموا وكذا الى اخره. هنا غادي ندخلوا في شويه ديال القانون، شي شويه. لما لقاو دار مناسبه ليهم، تفاهموا مع مول الدار، وغادي يمشيو يعني المسطره القانونيه ديال الكراء.
اللي هي عقد كراء. يدار واحد العقد ديال الكراء سليم، فيه الشروط ديال الكراء، فيه الحقوق ديال المنظر والحقوق ديالهم، والواجبات ديال المنظر والواجبات ديالهم. هذا هو العقد، هكذا كيتمشى العقد. يعني غادي يخلصوا شحال هذا المبلغ، واش هذا المبلغ فيه كذا، فيه شي تسبيق، فيه كذا، واش فيه شي نظافه، واش فيه كذا، واش فيه، وفين غادي يدار، واش غادي يتعطى باليد واخا ما بقاش هذه المساله ديال اليد، واش غادي يتحط في واحد الحساب بنكي، واحد الحساب كذا خاص الى اخره. ونهار اللي بغى يخرج المكتري خصو يعلمو الدار والى اخره. هذه شروط معروفه. داروا هاد المساله بحال اللي كيديروها كاع الناس، داروها. بمجرد ما داروا هذا العقد غادي يخرج لهم الجن من الخنشة، غادي يخرج لهم العفريت من القلعة. طلقوا الدار القديمة وبداو كيرحلوا المسائل ديالهم للدار الجديدة، ينقلوا. جابوا للدار قال لهم بانكم غادي نفسخوا العقد ديال الكراء، لانني انا الدار راني بعتها وكذا كذا، على حساب اللي بلغني من هذا من التصريح ديالهم، التصريح ديال السي حافظ والسيده ابتسام. قال لهم الدار انايا الدار راني بعتها وخصكم تدخلوا لي وكذا وكذا وكذا. بمعنى غادي توليو تخرجوا للشارع. الدار القديمه تلقوها، الدار الجديده مول الدار كيقول لهم خصكم تخرجوا. اذا هما تشبثوا بالموقف ديالهم اننا كرينا وبصعوبه باش لقينا الدار وكذا، ودابا خصنا نرتاحوا وكذا، ما يمكنناش ندخلوا في واحد الدوامه اخرى وكذا. مول الدار كيقول لهم بانه راه باع الدار وكذا، وخاص يعطي الثروت المشتري جديد وكذا الى اخره وكذا. انا بغض النظر واش عنده الصح ولا واش كيقول الحقيقه ولا ما كيقولهاش، هذا موضوع اخر. حنا اللي يهمنا ان هذه المساله علاش قلت لكم في الاول بان مساله متعلقه بثنائي، واحد الثنائي، يعني ماشي بحال مشاكل الشارع العمومي والاحتلال ديال الشارع والاحتلال ديال الرصيف وجحافل ديال المتسولين والمختلين العقليين اللي ولاو عندنا في المدن وكذا. هذا المشكل هذا كيتعلق بجوج ديال الناس، بالكاري بالمكري والمكتري.